بيلعب لوحده احمد تمساح في الشوط الثاني، يرد مره ثانيه وائل اسماعيل. بيحاول النجم محمد صلاح، نجم هذا اللقاء بصراحه محمد صلاح قدر ان هو يغير نتيجه هذا اللقاء. محمد صلاح النني محمد صلاح وصامويل ايفوم. صامويل ايفوم اعزائي المشاهدين، خلص الكلام لنادي سموحه اعزائي المشاهدين في الوقت المحتسب بدل من ضائع. صامويل ايفوم بيلقي بكلمه له في هذا اللقاء تفجر مفاجاه من العيار الثقيل في الزاويه اليسرى لمرمى الحارس محمد صبحي، ويتقدم نادي سموحه بالهدف الثاني لهم في هذا اللقاء من خلال هذا اللاعب صامويل ايفوم. صامويل ايفوم بالفعل على طول في الزاويه اليسرى. يا ولد العيب يا صامويل، بالفعل هو صانع الفرحه وهو تاجر السعاده للنادي سموحه. صامويل ايفوم حلوه 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 في الزاويه اليسرى لمرمى الحارس محمد صبحي على طول في الوقت البديل. صامويل ايفوم بيسجل هدف التقدم لنادي سموحه اعزائي المشاهدين. بنلعب 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع في نهايه هذا اللقاء. اصبحت النتيجه مشاهدينا الاعزاء عبر شاشه نايل سبورت ومشاهدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه في كل ربوع مصر، في كل ربوع الوطن العربي الكبير، تقدم نادي سموحه على النادي الاسماعيلي